بقول لك يا صديقي، تعال نروح نصلي الاول عشان بس الاذان مأذن من شويه. هخلص بس الفصل دوت واجي معاك. وانا والله عليا محاضرات وعليا برضه كتب عايز اذاكرها، بس نروح نصلي الاول وبعدين نيجي نذاكر مع بعض. يا عم هخلص ولا اقول لك هبقى اجمعهم في الاخر وخلاص، هبقى اصلي الظهر مع العصر ده وخلاص، او نجمعهم اخر النهار وخلاص. لا يا صديقي، ما ينفعش نجمعهم على بعض. مين اللي قال لك كده؟ يا عم انا بجمعهم على طول، ايام كتير بيبقى عندي محاضرات لاخر النهار، بجمع بقى الظهر مع العصر مع المغرب وبصليهم كلهم بعد العشاء كده مع جمع مع بعض كده. لا ما عادش تعملها تاني، واللي قال لك كده ما تسمعش كلامه. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. ما ينفعش نجمعهم مع بعض. بقول لك ايه، فكك مني، عايز تروح صلي روح يا عم، يلا ما تشغلنيش معاك. والله انا قلت لك على اللي فيها، عايز تسمع كلامي ماشي، مش عايز تسمع كلامي نتكلم عن الموضوع ده ونشوف رأي الناس دي ايه. من أهم المشاكل المنتشرة في مجتمعنا وخاصة بين الشباب مشكلة تأخير الصلاة عن وقتها. كتير من الناس تلاقيهم بيأخروا وقت الصلاة للصلاة اللي بعدها بحجة الشغل أو الدراسة أو الأكل أو غيرها. حتى والله إن في ناس دلوقتي بتجمع الصلوات كلها في وقت واحد، يسيب صلاة الظهر والعصر والمغرب ويقول لك أجمعهم مع العشاء مرة واحدة. لا والله ما ينفعش يا صديقي، ربنا سبحانه وتعالى هو اللي أمر بكده. لو كان عاوز كده ما كانش امر النبي صلى الله عليه وسلم بان لكل صلاة وقت معين. ده امر الهي مش امر انساني عشان نألف فيه او نلخبط فيه. ربنا سبحانه وتعالى لما فرض الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في بداية الامر كانت 50 لحد ما وصلت ل5، جعل لكل صلاة وقت معين. ما نجيش احنا بقى نغير وقت الصلاة ونجمعهم ونقول بقى انا مشغول، ما كل الناس مشغولة. ربنا سبحانه وتعالى قال إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، يعني أمر كائن لا محالة ما ينفعش نغير فيه أي حاجة. وراك شغل روح صلي وتعالى كمل شغلك، وراك محاضرة استأذن من الدكتور وروح صلي وارجع للمحاضرة، وراك درس حاول تغير وقت الدرس ده لوقت تاني او صلي وروح الدرس، وراك اكل وجعان، اهي دي الحالة الوحيدة اللي النبي صلى الله عليه وسلم سمح بها بتأخير الصلاة. بس تاكل وتصلي على طول مش تنسى بقى. النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا وضع العشاء واذن للعشاء فابدأوا بالعشاء، يعني دي الحالة الوحيدة. حتى والله يا صديقي ان المريض العيان التعبان لا يجوز له تأخير وقت الصلاة الا لعذر شديد. يعني واحد هيجي بقى ويقول لي يا محمد ده اني اخر احسن من اللي ما بيصليش خالص. لا والله، ربنا سبحانه وتعالى قال ولا تزر وازرة وزر اخرى، كل واحد ليه حسابه عند ربنا. خليك في نفسك يا صديقي. نيجي بقى النقطة تانية وهي نقطة صلاة الجماعة. ليه يا جدعان بقينا بنأثر في صلاة الجماعة جدا جدا جدا؟ الناس اتعودت ان مفيش صلاة جماعة خلاص من قلة الناس اللي بتيجي لصلاة الجماعة. والله احد الناس قال لي ان هو صلى يوم الفجر لوحده بمفرده، اقسم لي بالله ان هو اذن وفضل مستني واحد بس يجي يصلي معاه اكتر من نص ساعة مستني، مفيش حد جه، خاف النهار يطلع عليه، قام وصلى لوحده وروح. مشكلة كبيرة والله. الحكاية مش في 27 درجة بس، الحكاية اننا هنسأل عن كده يوم القيامة. ليه اخرنا الصلاة؟ ليه تركنا الصلاة؟ ليه ما صلناش الجماعة؟ ان اول ما يحاسب عليه المرء يوم القيامة الصلاة. هتقول لربنا ايه يوم القيامة لما يسألك ليه اخرت وقت الصلاة مع ان وقتها لا يتعدى النص ساعة؟ هتقول لربنا ايه لما يسألك ليه ما صليتش جماعة وانا جعلت ما بينك وبين اللي ما صلاش جماعة 27 درجة، ما بين الدرجة والدرجة ما بين السماء والأرض. تخيل بينك وبين اللي ما بيصليش جماعة 27 درجة، يعني ما بينك وبينه ما بين السماء والأرض 27 مرة. هتقول له ايه؟ فكر وقول لي. نيجي بقى النقطة تالتة وهي نقطة مهمة جدا وكلنا بنقع فيها. من كام يوم كان في شخص بيصلي جنبي وفي شخص تاني قاعد يضحكه، لحد ما الشخص اللي جنبي ده ضحك
وباظت عليه الصلاة، ولولا اني كان عندي ثبات انفعالي والله كنت ضحكت معاه. انت يا اخ اللي كنت بتضحك الشخص ده، انت عارف عقاب الجرم اللي انت عملته ده ايه؟ انت ما تعرفش احنا واقفين بين ايدين مين؟ احنا واقفين بين ايدين ربنا اللي خلقنا، احنا بنكلم ربنا. تخيل احنا مش واقفين في مكان عام حضرتك عشان تضحكنا وتقول لنا نكت. انت مستوعب حجم الجرم اللي انت عملته ده ولا لسه مش مستوعب؟ راجع نفسك يا اخي وفكر 100 مرة في الموضوع ده، لانها مش حاجة سهلة والله. احنا لما بنكون واقفين جنب حد مسؤول او في حضرة حد مسؤول بنكون قافلين بقنا خالص والمكان كله صامت، ما بالك بقى باننا بين ايدين رب المسؤول ده وربي وربك ورب العالم اجمع. يا ريت نرجع لربنا شوية ونفكر شوية ونرجع للصلاة وللجماعة وما نأخرش الصلاة تاني عن وقتها، لان ده تاني ركن من اركان الاسلام وحث عليه الصلاة والسلام، اول ما يحاسب عليه المرء في اخر الزمان. سلام. إني أحب محمدا والله خير شاهدا، يا ربي صل على النادى أبدا عليه مجددا، صل وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد في قلب كل